السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ فيديو جديد حلو جدا وخفيف جدا على قلبي بجد، يعني كنت محتاجاه يعني من فترة طويلة قوي قوي قوي. بقالنا كتير ما خرجناش. انا وجوزي وكده، وقلنا بقى ايه قبل ما يدخل علينا الشتاء وما نعرفوش نخرج، يلا بينا ايه نضرب خروجه كده على طول في بوكس كده سريع سريع عشان نخلص يعني كده ايه ونروق نفسيتنا شوية. طب رحنا فين؟ رحنا بقى عشان خاطر كنت بشتري شوية هدوم عشان خاطر الشتا وكده. طبعا رحنا عند ابو ناصر غني عن التعريف. كنا بقى كبدة بلدي وجوزي طلب كشري وكده. كانت حلوة جدا، ولا كنا جعانين جدا من كتر اللف، فالحمد لله يعني. بعد كده بقى رحنا طبعا عند الزين، وده برضو غني عن التعريف، حلويات بقى وميكسات بقى وحركات. رحنا ما لقيناش مكان خالص نقعد فيه. اخدنا الاوردر بتاعنا ووقفنا كده هناك عند البحر، قعدنا كده عند البحر، وكانت فعلا قعدة لذيذة جدا جدا جدا. زي ما انتم شايفين طلبنا رز بلبن اللي هو قنبلة ده، وطلبنا ام علي بالنوتيلا والمكسرات. جوزي هنا كان مش طايقني، يقولي بقول لك ايه كفايه التصوير انا عايزه عامل ايه يا اكل. وليد؟ اتبسطت النهارده يا عم ولا وليد؟ اي حاجه كده. الحمد لله. ملينا التانك. طب ايه يعني هنمشي ولا نقعد شويه في الاول؟ لا لا لا، ما نمشيش، خلينا قاعدين شويه. مش عارفين عايزين نمشي ولا عايزين نقعد. شرحها لك مره. كنت لا فرحانه ادهني جدا تاني. بالورده البلدي وسيله بقى كده واداني ادهني تاني. تاني. معرفش صورني طبعا، الصورة ما يعلم بيها الا ربنا، بس هو قال لي طب تعالى صورك وكده. انا اصلا مش عارفه كنت طالعه ازاي في الصوره يعني، بس تمام. مرهقين بقى من اول النهار لاخره. كنت فرحانه جدا بالورده دي، مش عارفه يعني كنت يعني مش عارفه اقول لكم ايه، بس كنت فرحانه جدا بيها. حاجه بسيطه ممكن تفرح اي واحده، ولو كلمه حلوه، لو كلمه بس. مش شرط ان هو يبقى فيه اي حاجه او يجيب لها اي حاجه. هي كلمة بس تقدر انها تسعدها وتفرحها وتغير من مودها وتعبها وارهاقها طول اليوم. كلمة واحدة تغير كل ده، وتخلي كده النار. لو هي خلاص يعني عصبية جدا نفسيتها زي الزفت، لو كلمة واحدة هتلاقيها راقت وضحكت. وزي ما بيقول لي عمرو دياب كده، ضحكت يعني قلبها مال زي ما بيقول. طبعا اسكت بقى؟ لا طبعا ما اسكتش، لازم نكمل السهرة بتاعتنا في البيت. طبعا دي كانت سهرية الخميس، مينفعش ابدا نعدي اليوم كده. طبعا رحت جبت بقى الحاجات الاطفالي بتاعتي دي زي ما انتم شايفين كده. معلش سوري جدا على المولتو، لان انا اصلا ما اعرفش ان هو ضمن المقاطعه. جبت بيك شيف وجبت ويندوز حاجات من دي، بس ما اعرفش ان هو ضمن المقاطعه يعني. جبت بقى شويه، جبت عشا خفيف كده، جبنات ولانشون وحاجات من دي. جبت ايس كريم وكراتيه وشيبسي وعصير، وبدأت كده اعمل له بقى سندوتشات وجو دلع بقى كده، تحسسي كده ان انتي طفلك كده مظبطاه ومدلعاه. لا ده انا مش هخليك لا تغمس ولا اي حاجه، ده انا هعمل لك كل حاجه جاهزه. بدأت كده بعمل له سندوتشات زي الاطفال كده، ومقطع له خيار وشويه دلع بقى وحركات وكلمه حلوه من ده وكلمه حلوه من ده، تهون تعب اليوم. و... وبجد الرجاله بتتعب جدا يعني جدا يعني. احنا بنتعب والله وبيطلع عينينا برضه، بس الرجالة بتتعب جدا جدا جدا. شغلة ان هو يقف ويشتغل عند ناس ما يعرفوش، دول حكم النفس عن النفس ده صعب جدا. فاكيد بتبقى نفسيته وحشة، اكيد بيبقى محتاج كده ان هو يحس حتى في البيت ان في تغيير ولو بسيط جدا، او يحس على الاقل ان البيت ده هو الراحة بالنسبة له. فبنحاول على قد ما نقدر، وربنا يعيننا ان شاء الله. طالما نويتي خير فربنا مش هيقدم لك غير الخير. و... وده فعلا اللي كلنا عارفينه ومتأكدين منه. أكيد طبعا طاعة الزوج من طاعة الرب، أكيد طبعا. فاحنا بنحاول على قد ما نقدر، وإن شاء الله ربنا كده يعيننا، ويكفينا شر الوحش، ويكفينا شر العين الوحشة، ويكفينا شر النفوس الوحشة، ويكفينا شر الناس الوحشة، ويكفينا شر أي حاجة وحشة يا رب بإذن الله. طول ما احنا ناويين الخير ومتمنين للناس كل الخير والحاجة الكويسة، إن شاء الله يتردلنا نفس الحاجة. فربنا المستعان. وبدأت بقى أحضر كده طبق فاكهة. بيقول لك الفاكهة بتفك على البني آدم.
لا يا جماعة مش قادرة اقول لكم بقى، ده انا بص اخدت قلم في نفسي، انا عمالة اديكم بص بقى ايه، يعني ايه نصايح ست فكيهة زي ما بيقولوا. فقلت دردش معاكم شوية كده في الفيديو ده، بجد كنت مبسوطة جدا، كنت محتاجة جدا الفيديو ده، كنت محتاجة اوي الخروجة دي، كتير اوي اوي ما طلعتش. فالحمد لله عدت على خير، واتبسطنا وفرحنا وهيصنا والحمد لله، وربنا يفرح قلوبكم جميعا يا رب. فيكوا شر الوحش، فيكوا شر الشيطان بيدخل لو دخل البيت ما بيطلعش بسهولة. فربنا يكفيكوا شره، وحسنوا بيوتكم الرؤية الشرعية، اقروا قرآن كتير، واللي يعرف يتنازل عن حاجة يتنازل عنها عشان خاطر المركب تمشي. الدنيا بقت صعبة أوي زي ما انتوا شايفين. يا رب الفيديو يكون عجبكم، وادي الفيلم اللي كنا بنشاهده مع بعض. يا ريت متنسونيش لايك وشير وسبسكرايب، بحبكم قوي. والسلام.